لو معاك موبايل واللمس بتاع الموبايل نفسه بقى تقيل، تعال اما نشوف هنعملها ازاي وهنحل المشكلة دي ازاي. هنضغط على الضبط، ومن الضبط هتنزل على حول الهاتف، وهتيجي هنا كده على معلومات البرنامج هتضغط عليها، ورقم الاصدار هتضغط عليه 7 مرات بالشكل ده. هتلاقي خيارات المطور اتفعلت معاك زي ما حضرتك شايف بالطريقة دي كده. هتضغط على خيارات المطور وهتنزل تحت لحد تحت كده، هتلاقي حجم الرسوم المتحركة، تسكرول لتحت لحد ما توصلها. لكن هو النصيحة ان انا اللي انا دايما بقولها على خيارات المطور، دايما ما تعملش في الاعدادات حاجات كتير. لكن حجم الرسوم المتحركة ده بيكون عندك 1 أو 1.5. انا هخليه نص وهرجع تاني كده لورا، وحجم الرسوم المتحركة للنقل هخليها نص، وطول مدة الرسوم المتحركة هتكون نص. وبكده تكون انت سرعت الجهاز. لو هو تقيل معاك في الحركة او في اللمس بيكون كده اسرع معاك. وما تنساش اكيد لايكك بيدعمنا، ولو حد يحتاج الفيديو شير له الفيديو.